حضرتك سافرتي امريكا وقابلتي الرئيس اوباما. لقيت ان هي حاجة كبيرة، ما حدش يعني اخد الموضوع ده قبل كده من الوطن العربي عموما خالص. بس اكيد الخدمات اللي حضرتك بدأتي بيها الشركة اختلفت كتير قوي عن الخدمات اللي بتقدميها دلوقتي، والسوق اختلف كتير. مع اني باخد مرتب كبير جدا، ما بعرفش اعمل ايه بالفلوس كتير قوي. الناس اصلا بتفضل في مصر علشان حلمها ان هي تسافر المانيا. ولكن مدرستنا في مصر في اسكندرية كانت اصعب. اول شغلانة اشتغلتيها في سن 21 كنت مدير موارد بشرية. ممكن تقولي لنا ايه التحديات اللي واجهتك؟ حاجة زي انستافاي وفوري وحاجات ضخمة، يعني مشاريع ضخمة ابتدت ستارت ابس ولقت من يدعمها وكملت وكبرت. تكلمينا اكتر اصلا عن ريادة الاعمال. كنتاكي نفسه الشهير يعني عمل كنتاكي وعنده 60 سنة، وده يعتبر رائد أعمال. بتستثمري في البشر او الثروات البشرية. متميز جدا في وظيفة، وفي اللي يبقى متميز جدا كرائد أعمال. كمان الاي اي بيساعد رواد الاعمال كتير قوي في شغلهم. أنا بشوف إن أنجح استثمار هو الاستثمار في البشر، لأن البشر هو اللي بيبني. في البداية طبعا أرحب بحضرتك أستاذة أنا ريهام، منوراني في بودكاست بيزنس من بلدي. حضرتك كرائدة أعمال وسيدة أعمال كبيرة وداعمة طبعا محجوب المرة وصاحبة عناصر كبيرة. ممكن تقولي لنا إيه البوزيشن اللي حضرتك فيها دلوقتي وتعرفينا بنفسك؟ بس يعني مقدمة بسيطة جدا. ضخمة قوي دي. لا، الموضوع يعني بسيط. أنا اسمي ريهام عادل. أنا رائدة الأعمال. يعني ابتديت البيزنس بتاعي فترة طويلة قوي. ما كنتش أعرف ساعتها، ما كانش كلمة entrepreneurship أو ريادة أعمال ما كنتش ظهرت أصلا، فالواحد كان بيعمل حاجة هو مش عارف المسمى بتاعها، عرفه later. فعندي أسست شركة اسمها جوب نايل في مجال ال HR solutions. بتقدم HR solutions في مجال استشارات الموارد البشرية. هي بقى لها 25 سنة، وفي نفس الوقت أنا نائب رئيس لجنة ريادة الأعمال في جمعية الأعمال اسكندرية اللي احنا فيها، ورئيس شعبة أو رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية في اسكندرية، ورئيس اللجنة الاستشارية للموارد البشرية في الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو في المجلس القومي للمرأة، وعضو في منظمة العمل العربي. إن شاء الله إن شاء الله حاجات مش قريبة جدا. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. حضرتك اتولدتي في ألبانيا وبعد كده جيتي مصر هنا. الناس أصلا بتطلب في مصر علشان حلمها إن هي تسافر ألمانيا تسكن هناك وتشتغل هناك. لا، انا اقول لك يعني هو انا اتولدت في المانيا وقعدت هناك فتره، وبعدين جيت هنا دخلت المدرسه الالماني اللي هي مدرسه راهبات اسكندريه، اللي هي اسمها دونتش شولي در بوروميريمن او مدرسه الراهبات الالمانيه. دي اتعلمنا فيها كتير. دي كانت اساس التعليم كله، والتربيه قبل التعليم. فاحنا اتربينا بشكل حاسم جدا ان احنا نبقى ناس هارد وركرز، بنعمل بجد. الناس جديين عموما في حياتهم. لما يبقى في حاجة لازم اعملها او واجب عليا ايا كان هو ايه، ومسؤولية لازم ان انا اكون قدها. فده كان اساس الحياة ودين لمدرستي جدا بكل الحاجات كل الكويسة والسلوكيات يعني المبادئ الكويسة اللي الواحد اكتسبها في حياته، كان أساسها العيلة والمدرسة الاتنين مع بعض. فيعني بعد كده احنا بنشتغل في الاكتشولي واحنا يعني في المدرسة. فأنا كنت بقضي الصيف في ألمانيا، والسنة الدراسية بعملنا في مصر، وفي كام سنة دراسية عملتهم في ألمانيا. ولكن مدرستنا في مصر في اسكندرية كانت أصعب من المدرسة في ألمانيا. السنين اللي عملتها المدرسة هنا أصعب كتير، بنتعلم فيها حاجات أكتر believe it or not أكتر من اللي كانت في ألمانيا. حضرتك اشتغلتي وانت لسه اصلا في الدراسة. ممكن تقولي لنا ايه اول شغلانة اشتغلتيها؟ بنتدرب في الصيف بعد الإعدادية عموما، يعني سواء المدرسة اللي بتجيب لنا الفرصة أو إحنا اللي بناخدها. فأنا فاكرة أول حاجة اشتغلتها كان في بنك ما بقاش موجود دلوقتي أعتقد، كان اسمه بنك اوف نيويورك. وسبحان الله الواحد وهو صغير لازم يجرب حاجات كتير علشان يقدر يحكم هو عايز يشتغل في أي حاجة. فالمفارقة كانت إن أول حاجة جات لي كانت بنك، وهو كان في صغير يعني مش بنك كبير. وانا اصلا قبلها كنت معتقده ان انا ممكن اخش كارير البنوك ده واحبه، بس ال3 شهور اللي انا قضيتهم فيه
اكتشفت ان انا ما بحبش تاني البنوك ده ابدا. بالنسبه لي طبعا كلها ناس عظيمه اللي بتشتغل في البنوك، ولكن كل شخصيه وليها الحاجه اللي تحبها وميولها وكده. عشان كده لازم الواحد يبتدي صغير علشان يقدر في سن صغير يكون خلاص كون رايه وهو عايز يشتغل ايه، وعايز يخش انهي كارير، عايز ايه المهنه اللي يمتهنها. وده لازم كمان يكون قبل ما يدخل كليه. يعني انا بعد كده دخلت، انا اشتغلت الاول في الصيف وما كنتش بوقف شغل، وخلصت كليه وانا بشتغل كليه تجاره اداره اعمال جامعه اسكندريه وانا بشتغل. ف... فبالتالي يعني كان قدرت من الاول اعرف، فضلت اشتغل كذا حاجه ورا بعض لغايه ما وصلت في سن قريب قوي. يعني في سن 21 كنت مدير موارد بشريه في شيبينج لاين كبير موجود في اسكندريه. فمن هنا بقى اللي قدرت اعرف ان في فرصه في السوق ان انا افتح شركه في مجال استشارات الموارد البشريه. حضرتك بدأت الحياة العملية بعد الدراسة في مجال ايه بقى على طول؟ لا انا اتدربت من وانا عندي 15 سنه. كان اول شركه، كان البنك اول حاجه اتدربت ليها تدريب صيفي. واشتغلت بعد كده في مجال البترول برضو فتره. وبعدين اشتغلت في، وما عندي مرتب كبير جدا، ما بعرفش اعمل ايه فلوس كتير قوي. بس حسيت بعد شويه ان انا ما بتعلمش حاجه جديده فسيبته. رحت شركه تانية. اصل هو في الاول واحد مش المفروض يبص الفلوس، يعني حقيقي كنت باخد فلوس كتير جدا. بس ده كان قبل التخرج ولا بعد التخرج؟ لا قبل التخرج. ما احنا بنشتغل قبل، ما كنت بشتغل وانا في الكليه. يعني بعد التخرج دخلت في كارير الاتش ار وكملتي فيه. بالظبط. اسست الشركة على طول ولا اشتغلتي؟ لا اشتغلت، ما بقول اشتغلت في مجال الموارد البشريه حوالي 3 سنين. وصلت لمدير موارد بشريه. وبعدين لما كنت بشتغل فيه وبشوف الماركت، ما كانش الناس لسه عارفه مجال الموارد البشريه ده قوي، ما كانش انتشر. فلقيت ان في opportunity ان انا ادخل المجال واخد مجازفه في مجال جديد الناس ما تعرفوش، واقدر اخدم الشركات. لدرجه ان انا لما عملت الشركه كنت بشرح للناس ايه الموارد البشريه دي، وايه اهميتها، وايه اهميه ان انت تختار الشخص المؤهل. وان هو الشخص الموضوع بالكواليتي، مش الناس بتقول طب انا ليه الجا لشركه تديني حلول في مجال الموارد البشريه، تعملي اعاده هيكله او تختاري الشخص المؤهل او كذا. لا، ما هو القصه كلها كواليتي بتاعت الشخص مش بالعدد. يعني حتى لو احنا عندنا مثلا ناس كتير، ما كانت وقتها نسبة من الناس كتير مش تشتغل مثلا، ما انا بدور على الشخص المؤهل، مش بدور على الكم، بدور على الكيف. يعني حضرتك أسستي الشركة بناء على جات شفتيها في السوق بالظبط. عن الموارد البشرية. بالظبط. بس أكيد كان في تحديات طبعا في البداية، ممكن تقولي لنا إيه التحديات اللي واجهتك؟ بصي، هو كان في الاول الفكره بتاعتي هو ان انا ادرب الناس عشان يشتغلوا ومؤهلين ان هم يشتغلوا في الشركات، لان لقيت ان في جاب كبيره ما بين الكواليفيكيشنز ومؤهلات الناس وما بين اللي الشركات بتطلبه. فكنت بحاول اهل الناس ويشتغلوا في الشركات بالمؤهلات المناسبه بتاعتهم. التحديات الاولى هي ان الناس ما كانش عندها فكره عن ايه المجال ده اساسا بتاع الموارد البشريه. الشركات ولا الأشخاص؟ الشركات والاشخاص الاثنين، بس الشركات كانوا اصعب كمان من الاشخاص. الشركات ما كانوش يعرفوا عنه قوي، كانوا بس يعرفوه من خلال لو حد، لو في شركه بتاخد ايزو فهي عارفه ان من ضمن الاقسام في قسم الموارد البشريه. وبرده ما كانش انتشر الناس تاخد ايزو كتير. انا بكلمك على سنه 2000. ف ف فبالتالي ده كان تحدي الشركات، ان انا لازم اشرح لهم كل حاجه والاشخاص. وكان في مفارقه لطيفه قوي ان انا قررت ان انا اعمل منصه للتشغيل اونلاين. يعني منصه ان الشركات تدخل عليها والاشخاص تدخل عليها ويحصل لهم ريكروتمنت زي المنصات الكتير قوي اللي موجوده دلوقتي. بس ده كان سنة كام؟ سنه 2000. فصدت او لا تصدت ان الموضوع كان يعني بريماتشور. كان الموضوع يعني على السوق وما استوعبوهوش وما حبوهوش. وحولت الشركة من انها تبقى اونلاين انها تبقى اوفلاين، واحنا اللي نعمل كل الحاجات مانيوال، ان احنا نقدر ان احنا نعمل استشارات للناس مانيوال، نرشح لها مؤهلين مانيوال، وهكذا، مش ان هم يدخلوا على البلاتفورم. بس أكيد الخدمات اللي حضرتك بدأت بيها الشركة اختلفت كتير قوي عن الخدمات اللي بتقدميها دلوقتي، والسوق اختلف كتير. فممكن تقولي لنا برضو ايه اللي اتغير من زمان عن دلوقتي؟ الشركات أدركت أهمية العنصر البشري المؤهل
مش المؤهل بس علميا وفنيا، لا المؤهل شخصيا، اللي هو عنده السلوك المظبوط، شخص عنده تحفيز ذاتي، شخص مرن. كل المميزات اللي في الشخص دي ممكن تعمل تغيير جذري في البوزيشن بتاع كل واحد هو قاعد فيه. فأدركوا أهمية الرأس المال البشري، أو زي ما أنا بحب أسميها الثروة البشرية. فمن هنا ابتدت الناس شايفة ان هم قادرين يجيبوا عملاء، شايفين ان هم عندهم بيزنس كويس، ولكن بعض الشركات بتتعثر في حتة انها تدير الاشخاص اللي عندها بالشكل المظبوط. فابتدوا بقى يلجأوا لخدمة ان احنا نعمل لهم إعادة هيكلة، ونبني نظام لإدارة الموارد البشرية، من وحي ان هم أدركوا أهمية الموضوع ده. طيب حضرتك من الخبرة الطويلة بتاعتك دي، شايفة مجال ال AI دلوقتي وهو جاذبه السوق العمل في العالم كله، الموارد البشرية يعني شايفة ان هو بياخد منهم ادوار معينة، ولا هو بيفتح لهم فرص جديدة؟ كمان ال AI بيساعد برواد الاعمال كتير قوي في شغلهم. فممكن تكلمينا اكتر اصلا عن ريادة الاعمال، وازاي هي ممكن تفيد المجتمع المصري بشكل عام؟ اي اقتصاد عموما عالميا اللي بيبنيه هي السمول بزنس، يعني اللي هي الشركات الصغيره. اوكي، هي مطلوب انها تبقى كتير قوي. فاحنا الحمد لله في مصر عندنا يعني شباب متحمس جدا، اللي ينفع فيه يبقى رائد اعمال، وفي اللي ينفع ان هو يكون، لان مش شرط ان شخصيه اي بني ادم لازم يكون رائد اعمال، او لو عايز يبقى رائد مع اعمال هيبقى رائد اعمال. لا، زي ما ربنا خلقنا بشكل مختلف، هو خلقنا بشخصيات مختلفة. ففي اللي هو يبقى متميز جدا في وظيفة، وفي اللي يبقى متميز جدا كرائد أعمال، والاتنين بيكملوا بعض، وما فيش حاجة أحسن من التانية خالص. علشان دايما بسمع بس الحتة دي إن الناس تقول تبقى رائد أعمال دي يعني تبقى هي دي التوب اوف ذا توب، او اقصى حاجه، احسن حاجه اي حد يقدر يوصلها. ده مش حقيقي خالص. ما هو رائد الاعمال لو ما كانش فيه موظف متميز في البنك او في جهة حكومية او في شركة بتقدم له خدمة، هو مش هيقدر يعمل شغله. فبالتالي لا خالص، رائد الاعمال ده محتاج بروفايل معين، او مجموعة من المهارات معينة. والشخص اللي بيشتغل في وظيفة معينة ايا كانت هي ايه، محتاج برضو set of skills او مهارات معينة. فالاتنين مفيش حد احسن من التاني، والاتنين زي بعض، ولكن كل واحد على حسب مهاراته تؤهله وشخصيته تؤهله لايه. احنا عندنا شباب كتير جدا متحمس لموضوع ريادة الأعمال. والحلو كمان ان بقى فيه جامعات كتير بتقدم التوعية بإيه هي ريادة الأعمال، وفي جامعات كتير عندها سنترز علشان تشجيع الانتربرينورشيب، وبيطلع من جامعات كتير ستارت ابس وأفكار الستارت ابس بتبقى كويسة. وعلى فكرة ريادة الأعمال كان مش مقتصرة بس، عايزة أقول حاجة على الشباب، هي ممكن حد يبقى عنده 70 سنة ويعمل فكرة ويبقى رائد أعمال. يعني كنتاكي نفسه الشهير يعني عمل كنتاكي وعنده 60 سنة، وده يعتبر رائد أعمال لأنه عمل فكرة متميزة، كان تمويله من عنده أو من الأصدقاء. فهي دي ريادة أعمال بيور يعني، فملهاش سن معين. ولكن الحلو عندنا بقى عندنا فعلا برامج بتساعد الناس، بقى عندنا انكيوبيتورز كتير، حاضنات اعمال، مسرعات اعمال، اكسلريتورز كتير، تقدر ان هي تسبورت او تدعم اي حد عنده فكرة متميزة وينفع انها تتطور. وبقى عندنا كمان افكار متميزة جدا، يعني احنا من البلاد المتميزة بشوف في مجال الفينتك، يعني حاجة زي انستا وفوري وحاجات ضخمة، يعني مشاريع ضخمة ابتدت ستارت ابس ولقت من يدعمها وكملت وكبرت. في حاجات كتير طبعا في مجال الديجيتال ماركتينج وحاجات بتستخدم الاي اي. ما هو اللي ما يستخدمش اي اي في مشروعه يبقى اكيد حاجة مش يعني مش متكاملة، لان هو ده بقى حاجة دلوقتي عادية جدا زي اي حاجة ثانية، زي انترنت يعني. فاهم؟ اكيد انت عايز تعمل اي حاجة لازم هيبقى عندك انترنت، فهو استخدام الاي اي بقى عن زي بالظبط. أكيد طبعا. هو تواجد حضرتك في جمعية رجال أعمال الإسكندرية ممكن برضو يكون سبب من ضمن الأسباب إن حضرتك بتدعمي ريادة الأعمال، وعايزة تشوفي الشباب اللي موجود والأفكار اللي موجودة. وهل الجمعية بتدعم الشباب والأفكار اللي موجودة؟ وإيه دور الجمعية أصلا؟ يعني حضرتك
موجودة هنا نائب رئيس ريادة قسم ريادة الأعمال في الجمعية، فممكن برضو توضح لنا ايه دور الجمعية في الجزئية الخاصة بريادة الأعمال. هي جمعية، عندنا جمعية رجال أعمال اسكندرية، هي منشأة من الثمانينات. الأعضاء اللي فيها بيبقوا رجال وسيدات أعمال. فيها لجان كتير بتخدم قطاع الأعمال، قطاع البيزنس يعني. ومن ضمن اللجان اللي استحدثت من كذا سنة هي لجنة ريادة الأعمال، لأن طبعا لو جمعية في مجال الأعمال لازم هتكون فيها وبتشجع رجال الأعمال. فلجنتنا فوكس على ده، اللي هو احنا مثلا عملنا برامج قبل كده تدريبية بالشراكة مع جامعة اسكندرية، ودربنا وعملنا توعية لإيه هي ريادة الأعمال، ودربناهم على إن هم يعملوا بيزنس بلانز، وبعد كده سمعنا الأفكار وبنوصلهم بالأشخاص اللي هي ممكن إنها تدعمهم أو تعمل لهم إرشاد علشان يقدروا إن هم يكملوا في أفكارهم. بنحاول ان احنا دايما نجيب success stories، لان دايما من الحاجات اللي بتلهم رواد الاعمال او الناس اللي عايزه تبقى في رياده الاعمال، هي انها تشوف قدامها نماذج ناجحه طبيعيه زيها كده نجحت وتطورت يعني. في الحقيقة عندنا كل النشاطات بتاعتنا بتهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال، وكل من يكون مهتم بالنقطة دي. وحتى بنعمل ده داخلي لأعضائنا، يعني أعضاء الجمعية من رجال وسيدات الأعمال بنعمل لهم كل حين وبنعرض عليهم قصص نجاح، وبنعمل لهم يعني توعية من أجل إن هم يتشجعوا ويبصوا للناس اللي هم رواد الأعمال الصغيرين اللي ممكن يحبوا يستثمروا فيهم، يستثمروا معاهم، يرشدوهم. لأن عندنا الناس طبعا بتحب الناس الناجحة الكبيرة زي الأعضاء عندنا، يحبوا إن هم يحتضنوا الناس اللي لسه بادئة، الناس اللي عندها أفكار كويسة، الناس اللي محتاجة دعم. فده دورنا إن إحنا لو ربطنا كمان الاتنين ببعض دي بتبقى حاجة يعني كويسة، وإحنا ندعمهم ونربطهم بالناس اللي ممكن تدعمهم. أكيد حضرتك قصة نجاح أصلا جوه مصر، وكمان حضرتك قصة نجاح بره مصر. حضرتك سافرتي أمريكا وقابلتي الرئيس أوباما، ممكن تكلمينا على الموضوع ده؟ هو اكشولي كان كل سفارة مصر، سواء في مصر او سفارة امريكية في كل بلاد العالم، بيختاروا نماذج ناجحة من المجتمع، سواء نماذج لرجال اعمال، سيدات اعمال، نماذج ناجحة في مجال التعليم، في مجالات مختلفة يعني. فانا تم اختياري كرائدة اعمال من مصر ضمن مجموعة تانية من جميع أنحاء العالم، من أوروبا ومن أمريكا ومن آسيا. فده كان سنة 2012. فكان دخلنا من ضمن الأماكن اللي رحناها البيت الأبيض، وكان الرئيس أوباما موجود واستقبلنا، رحب بينا وكده. في 2017 تم اختياري برضو من وزارة الخارجية الأمريكية ك رائدة أعمال في مجال برضو تمكين المرأة ودمج المرأة اقتصاديا. بيختاروا سكة من 30,000 شخص من الناس اللي هم في القيادات، سواء في مجال الأعمال أو التعليم أو الساينس أو أي مجال تاني. ده عملت سيشنز في جامعات أمريكية في أمريكا، وكان في مقابلات مع ناس برضو بتدعم المرأة وتمكين المرأة اقتصاديا ورائدة أعمال، فهو مؤسسات يعني مهمة في مجال ريادة الأعمال. فده يعني بيعتبر ان انت ما بتبقاش تسعاش اصلا لحاجه زي دي، هي بتبقى كلها ترشيحات من الناس اللي في الكوميونتي بتاعتك. انت بتبقى مركز في شغلك بس كده، ولما بتبقى مركز بالظبط. قوي الناس بتبتدي تشوف شغلك كتنمية. بالظبط. يعني انا ما كنتش اعرف ان انا مترشحه اصلا لحاجه اسمها جولد ستار، IVLP جولد ستار. ما كنتش اعرف لما دخلت على يعني اعرف ايه الجولد ستار ده، اللي هو حاجه تبع وزاره الخارجيه الامريكيه. لقيت ان هي حاجه كبيره، ما حدش يعني اخذ الموضوع ده قبل كده من الوطن العربي عموما خالص. فكانت حاجه متميزه تسعدك، لان
يعني وكانوا بيتعاملوا معاك حقيقة معاملة يعني متحضرة جدا، ان هم عايزين يسمعوا منك قصة نجاحك، ازاي بتشتغل في مجالك، ريادة الأعمال، ايه انت أفكارك عنها، الكلام ده كله يعني كان كله في نطاق الخبرة بتاعتي، في نطاق ريادة الأعمال ودمج المرأة اقتصاديا وتمكين المرأة. بس اكيد وانت هناك بقيتي المجتمع مختلف تماما ومتطور كتير، خاصة في جزئية ريادة الاعمال عن هنا اكيد. فايه الاجزاء اللي هم متقدمين فيها عننا؟ والله اقول لك حاجه، هو مش متقدمين كتير قوي الا اللي هو العدد. يعني في توعيه كبيره قوي بالمجال، هتلاقي عدد الستارت ابس كتير، بيقدموا دعم كتير. يعني في عدد كبير من الانكيوبيتورز، من الاكسلريتورز، حتى الكووركينج سبيسز بتقدم برضو دعم. حتى لو كان دعم، مش بتكلم على دعم يعني فلوس، مش شرط. ما هو الفلوس مش بتبقى اكبر تحدي رائد الاعمال على فكره عموما. التحدي الاكبر ليه هو ان هو يلاقي الناس اللي ترشده واللي يدوله من خبرتهم، والناس اللي تعمل له منتورنج، اللي هو الارشاد المهني. ف ف والتوجيه. فبالتالي هما بيقدموا ده كتير، لان هما عندهم الكالتشر دي مترسخه بتاع رياده الاعمال. احنا كمان على فكره بادين هنا قوي يعني انا عن نفسي بقيت بعمل منتورشيب او ارشاد وتوجيه للستات اللي هم بيبتدوا مشاريعهم الصغيره. وده طبعا بيبقى حاجه فولنتيرنج، يعني حاجه تطوعيه، مش حاجه خالص باي مقابل. لان الحاجه اللي عجبتني هناك واللي انا يعني خدتها قوي، هي قد ايه الناس فعلا بتساهم في انها تدي لمجتمعها. يعني انا كنت باديه شغل فالنتير ورك، بس حقيقي لما شفت قد ايه مساهمه الناس دي في انها تدي لمجتمعها متطوعه، وتدي من وقتها علشان تقدر انها تطور ناس تانية. حقيقه الموضوع ده يعني عجبني جدا، وعملت زيه وابتديت ادي اكتر من وقتي لل حاجات زي اللي هي زي الغرفه التجاريه، زي الجمعيه، من زي البنك القومي للمرأة، زي كل الحاجات اللي بدخل فيها يعني. هي فعلا ريادة الأعمال في مصر اتطورت كتير قوي في السنوات الأخيرة. حتى الحكومة المصرية بقت بتدعم ده من خلال وزارة الاتصالات. الشركات الخاصة بقت بتدعم ده. بقى في فاندس كتير بتيجي من بره مصر لدعم ريادة الأعمال في مصر. فبرضو الجزئية الخاصة بريادة الأعمال فعلا في مصر اتطورت كتير قوي عن زمان. فعلا جدا جدا، عشان كده بقول لك مفيش فرق كبير قوي يعني ولكن هي الفرق في الكثافه. يعني احنا على فطل من فتره، احنا ابتدينا في موضوع رياده الاعمال ده من فتره، وانا الحقيقه يعني دخلت في اول جمعيه اتعملت لرياده الاعمال في 2006، كان اسمها EBF. دي كانت حتى يعني ما كانوش لسه يعرفوا 2006 ده بدري. كلمة بدري جدا. انتربرينور يعني ايه ترجمتها. يعني احنا ساهمنا حتى في انا كنت عضو فيها. رئيس الفارم يعني وقتها ساهم في انها تترجم لانها تبقى اسمه رائد اعمال. ف يعني كان من فترة طويلة موضوع ريادة الأعمال ده ابتديناه، وكانت حاجة مجتمعية. بعد كده بقى ابتدت تتعرف، وابتدت الحكومة تهتم وتشوف أهميتها. هي أصلا قبل وجود كلمة ريادة الأعمال كانوا برضه مثلا في الحكومة بيهتموا بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. مثلا في كذا حاجة بتدعم المشاريع الصغيرة فعلا دلوقتي كده. بالظبط، ويا ريت الحاجات دي تبقى. فهي بس اختلاف مسمى يعني. فعلا مظبوط. حضرتك عندك مقولة شهيرة إن حضرتك بتستثمري في البشر أو الثروات البشرية. يعني ده ممكن يكون ناتج عن خبرة طويلة بحضرتك. فعايز أعرف برضو حضرتك المقولة دي ليه اتقالت؟ أنا بشوف إن أنجح استثمار هو الاستثمار في البشر، لأن البشر هو اللي بيبني. مفيش حاجة هي اللي بتبني البشر هو اللي بيبني نفسه. فأنا بشوف إن أي شركة، لو هنتكلم على الصعيد المؤسسي، يعني إن أي مؤسسة اللي بيقدر يبنيها ويطورها هو العنصر البشري، الرأس مال البشري، أو زي ما أنا بحب أسميه الثروة البشرية. فهو ده اللي أنا أطوره وأستثمر فيه، عشان هو ده اللي هيبني كل حاجة ويطورها، مش العكس.
فبشوف ان لا، استثمار مهم، ومهم قوي ان الشركات ترجع تاني. ساعات الشركات لما بتعوز انها تقلل في الميزانية بتاعتها، اول حاجة بتقلل فيها التدريب والتطوير. يعني انا بشوف ان ده مش المفروض يكون ده، بالعكس ممكن اقلل في اي حاجة تانية يعني، لكن ما اقللش في ميزانية تطوير الاشخاص. هو فعلا سلوك الشركات، هو لما بيجي يوفر بيقلل كوست عن طريق ان هو اصلا ممكن يسرح عمالة من عنده كمان، مش بس جزئية التدريب والتطوير. يعني احنا واصلين لحتة برضه وحشة في النقطة دي. بص، هو ما فيش يعني، المفروض ان صاحب العمل او رائد الاعمال او whoever يبقى الناس اللي عنده اولا مختارنه صح. لان برضو انت لما بتختار غلط بتقضي وقت اكبر بكتير في انك تصلح الغلط ده فعلا. في الشخص الخطأ اللي انت اخترته. فانت لازم تختار صح مبدئيا، لازم تعرف احتياجك ايه، لان الاساسه هتجيلك دي هي العواميد اللي واقف عليها المؤسسه او الشركه بتاعتك. فاختارهم صح وطورهم واستثمر فيهم، هيبقى اكيد الوضع مختلف تماما عن لما تختار غلط فتلاقيه مش شخص يعني. حتى في الموارد البشريه وفي لما نيجي نعمل اعاده هيكله، او لما نيجي نحط الشخص المناسب في المكان المناسب، احنا بنعمل لازم نقيم الشخص، لازم ندي الشخص هدف، لازم يبقى عنده مؤشرات اداء يتحاسب عليها علشان يبقى عنده الحافز انه يشتغل. يعني هي دي بقى حتى اللي بقولك عليها، اللي هي حسن إدارة الموارد البشرية، إنك مش بس تعين بشر، أنت لازم تعين الأشخاص الصح، وكمان تحطهم في الإطار المظبوط بتاعهم وتديرهم بالطريقة المظبوطة عشان تقدر تاخد أحسن نتيجة. لكن ما تقوليش أنت تعين واحد كويس وتسيبه، وما تقولوش إيه هدفه، وما تقولوش أنت متوقع منه إيه، وما تدلوش الموارد اللي يشتغل بيها، وبعدين تيجي تقول لا أصل مش كويس. فده في أي حاجة إن كانت يعني، ده ينطبق على أي وظيفة كانت. هو الموضوع بيكمل بعض يعني. هو اختيار الاشخاص اصلا في الشركات من وجهة نظر حضرتك بيعتمد على السوفت سكيلز ولا التكنيكال سكيلز اكتر؟ الاتنين لا جزء يعني، هما الاتنين لا يقل أهمية عن بعض، ولكن أنا من وجهة نظري الشخصية أولا، وده معظم الناس يعني المفروض إنها تفكر كده، الشخصية أولا، ويليها على طول المؤهلات الفنية والتعليمية وهكذا. ولكن الشخصية أولا، لأن أنت لو عندك المؤهل الفني والتعليمي كل حاجة تمام عندك، والشخصية مش مظبوطة، مش هتاخد حاجة من الشخص. لكن لو هو الشخص عنده المؤهلات الفنية والتعليمية وكله 8 هقول من 10، مش 10/10، ولكن الشخصية هي اللي كويسة، هتقدر تستثمر فيه وتخلي 8 من 10 دي تبقى 10/10. لكن العكس مش هيحصل. لو الشخصية 8 من 10 هتفضل 8 من 10، أملاس بقى إن الشخص يكون عنده إدراك عالي قوي إنه يطور من شخصيته وهكذا يعني، وده ما بيبقاش موجود كتير يعني. فالشخص لازم ان هو لازم الشركة تختار صح، والشخص يكون ريدي يعني. يكون انا الفورمولا الحقيقة اللي انا بحبها قوي وبؤمن بيها عموما يعني للاشخاص، هي ان لازم تطور من نفسك قوي قوي لاقصى حاجة تقدر عليها، وتستنى الفرصة. اوكي، لكن مش العكس، ما تستناش الفرصة عشان تكور من نفسك. فعلا. اوكي، لان هي الناس بتقول يا ده انا مش محظوظ، ده انا ما جاليش الحاجه اللي انا بدور عليها، ده انا قاعد مستني. طب انت بتعمل ايه؟ قاعد مستني بتعمل ايه؟ لازم تطور نفسك في كل حاجه انت شايف ان هي تتماشى مع مهاراتك، تتماشى مع المجال اللي انت عايز تدخل فيه، وتستنى الفرصه. ديفينتلي فرصه هتجيلك، هنا انت تبقى محظوظ. واما لو انت قاعد مستني فرصه من غير ما تعمل حاجه، هتعتبر نفسك مش محظوظ. وهي الحقيقة ان انت مش محظوظ، الحقيقة ان انت ما عملتش حاجة عشان تأتراكت او تجذب الفرصة ليك. فعلا حضرتك معاكي حق. طبعا كان لقاء عظيم مع حضرتك كشخصية قيادية في مجال ريادة الأعمال والمرأة، ونشرفها مصر جوه مصر وبره مصر. في النهاية حضرتك تحب تقولي إيه للشباب سواء اللي بيشتغلوا في الشركات أو رواد الأعمال؟ هي دي الحاجة اللي انا حبيت ان انا فعلا اقولها، ان الشخص يشتغل على نفسه. هي دي احسن جميلة يقدر يعملها لنفسه. واشتغل على نفسك اولا، لان انت مشروع نفسك يعني، انت المشروع. لما تشوف كأنك بتدير مشروع، شوف هتعمل ايه في نفسك عشان تطور كل من مهاراتك. اعرف نقط ضعفك ايه واشتغل عليها، واعرف نقط قوتك وحسن منها وقويها،
سواء كنت عايز تبقى رائد اعمال، سواء كنت عايز تبقى تشتغل، وقوي النتورك بتاعتك. من ضمن الحاجات اللي هي مهمة قوي لأي رائد أعمال أو أي حد عايز يشتغل، إن يكون دائرة العلاقات بتاعته تكون قوية وبتحفزه ويقدر يلجأ لها في أي وقت. يعني إحنا من ضمن الحاجات في جمعية رجال أعمال اسكندرية هنا اللي إحنا مهمة جدا بالنسبة لنا كلنا، هي النتورك بتاعتنا، دائرة العلاقات بتاعتنا، اللي لما حد بيعوز نصيحة، بيعوز ادفايس، بيعوز يتبادل نوليدج، يتبادل خبرة، ايا كان، حتى ممكن يطلع من عندك حد يقدم لك خدمة، انت تقدم له خدمة او منتج او اي حاجة يعني، من خلال النتورك، من خلال دائرة العلاقات. فدي برضو من ضمن الايموشنال انتليجنس اللي احنا اتكلمنا عليها، او الذكاء العاطفي اللي المفروض يكون موجود، ان يبقى عندك دائرة علاقة سوري دائرة معارف كويسة، تقدر من خلالها ان انت تبقى مدعوم بناس في نفس المجال او نفس الاهتمام بتاعك، فتدعمك طول الطريق، سواء كنت رائد اعمال او سواء كنت تشتغل. اكيد نصيحة غالية جدا جدا من حضرتك. يعني انا استمتعت جدا باللقاء مع حضرتك النهاردة، وكان شرف ليا ان انا اتعرفت على شخصية عظيمة زي حضرتك. في النهاية حابب اشكر حضرتك مرة تانية. حضرتك نورتيني في بيزنس بالبلدي بودكاست. شكرا ليك استاذ مؤمن، والله اتشرفت بيك، وتقدر ناجح ان شاء الله، وبالتوفيق دايما ليك. شكرا. اوكي.